البترون اليوم صارت من أشهر المدن السياحية بلبنان، بتجمع بين التراث المعماري والأحياء القديمة المرصوفة بالحجر. رح نطلع بسيارة الجولف وأعرفكم على أهم 5 محطات رح تمروا عليها. اهلا وسهلا، تفضل. سعر الجولة $15 لنص ساعة على كل الجولف، وبتنقسم على عدد الركاب. حتمروا أولاً على دياسبورا. هالمنطقة كانت بيوت قديمة مهجورة، وأصحابها المغتربين رجعوا رمموها لتتحول لقرية تراثية، والمكان اليوم صار معلم سياحي. بالنص في ساحة حواليها مطاعم وكافيات، والبيوت كلها حجر نظيف ومرتب. حتشوف أدراج حجر وقناطر ونباتات مزروعة بكل زاوية، وعلى الحيطان معلقين صور قبل وبعد لترميم كل البيوت. ثانياً السوق القديم. الشوارع هون ضيقة ومرصوفة بالحجر، والبيوت واجهاتها تراثية من الحجر والخشب. رح تمر تحت أقواس قديمة بجو دافي ومرتب، وحتشوف محلات مليانة حياة. في محلات خضرة، تياب، قهاوي، ومطاعم موزعة بين الشجر والزهور. هيك أجواء مع ريحة القهوة والمناقيش وصوت الناس بتعطي إحساس بسيط قريب للقلب، وبيرجعك لذكريات الأيام الحلوة. ثالثاً الشط العام على البحصة، وهو عبارة عن شط صغير من بحص ناعم. الناس بتقعد على كراسي أو على الأرض قدام البحر مباشرة، ووراهم في مطاعم ومقاهي على كامل الشط. الفصل بيناتهم بس ممر ضيق للمشاة. المكان بسيط بس روحه حلوة، فيك توصله من السوق القديم ب5 دقايق مشي. رابعاً المدرج الروماني، وهو موجود داخل حديقة خاصة مفتوحة للزوار مجانا، والوصول له عبر درج حجري بين البيوت القديمة. حتشوف حديقة حلوة ومرتبة فيها ممرات حجر وزهور، والمدرج نفسه حجمه صغير ومنحوت بالصخر، كان يستخدم للمسرح قديما. خامساً منطقة الكنائس، ومن أهمهم كنيستين. أول وحدة اسمها سيدة البحر، بتطل مباشرة على الساحل والملاحات. حجمها صغير من الداخل، وبالساحة الخارجية عندها قناطر بتطل مباشرة على السور الفينيقي القديم. أما تاني كنيسة فهي مار اسطفان، وتعد من أبرز معالم البترون. سقفها عالي ومدعوم بأقواس حجرية مع أعمدة، وعندها أبراج جرس. الكنيسة كمان بتطل مباشرة على المرفأ، يلي صار اليوم ساحة مفتوحة للزوار مع ممرات للمشي ومراكب للصيادين، والمكان دغري قريب من السوق القديم. وهيك بتكونوا شفتوا أهم المعالم بالبترون يلي خلتها تصير ترند السياحة بلبنان.